يستلزم بسط سيطرتها على هذه المنطقة من العالم حتى قبل ظهور العروبة والديانات السماوية. ولم تنجح أي قوة عظمى في بسط سيطرتها على هذه المنطقة التي أصبح اسمها الآن المنطقة العربية إلا في فترات ضعف الدولة المصرية وهبوط روحها. وما إن تستعيد مصر روحها القوية حتى تسارع بطرد المحتلين من أراضيها ومن بقية الأراضي المجاورة لها أيضا. وشواهد التاريخ ماثلة على ذلك، منذ الهكسوس والفرس والرومان والمغول والصليبيين وحتى الاستعمار الحديث. فهل آن الأوان أن تبعث روح مصر القديمة من جديد لتزيل الصدأ الذي ران على قلب مصر الآن؟ وهل تعود مصر لتلهم كما كانت دائما جيرانها وبقية العالم قيم العلم والحق والعدل والخير والنماء؟ نعم، لقد آن الأوان. الجزء الأول: المؤامرة الشيطانية. كان آدم وايزهاوبت جزويتيا وأستاذا للاهوت والقانون الديني في جامعة إنجولدشتات، ولكنه ارتد عن المسيحية ليعتنق المذهب الشيطاني. في عام 1770 استأجره المرابون الذين قاموا فيما بعد بتنظيم البروتوكولات القديمة على أسس جديدة، وذلك تمهيدا للسيطرة على العالم بالعمل على مدى بعيد لإقامة حرب مقدسة كبرى تكون كارثة اجتماعية شاملة، وبعدها تسقط كل الأديان وتبقى أيديولوجية واحدة وهي عبادة الشيطان. دعا وايزهاوبت ومن خلال جماعة سميت بالنورانيين أنشأها هو إلى إقامة حكومة عالمية واحدة تتكون من الأكثر ذكاء وفكرا، واستطاع تكوين 2000 من الأتباع من المتفوقين في شتى المجالات في الفنون والآداب والتعليم والعلم والاقتصاد والصناعة، وأسس عندئذ محفل الشرق الأكبر أو مركز الماسونية العالمية ليكون مركزا لكل هؤلاء. الماسونية تهدف أيضا إلى إيصال عملائها إلى المراكز القيادية على مستوى العالم وفي كل الدول للسيطرة والتوجيه بعد ذلك على جميع المنظمات والجمعيات وصولا إلى النهاية الحتمية. ظهر الجرماني فريدريك مؤسس مذهب نيتشه الفلسفي، والذي ظهرت من خلاله فيما بعد الفاشية والنازية، حيث ساهمت هذه المذاهب الثلاث عن طريق عملائها في إشعال نيران الحربين العالميتين الأولى والثانية، والتي راحت ملايين الأرواح خلالها. الحرب العالمية الثانية طبعا معروف أنها حرب بين معسكرين، كان معسكر الشيوعي معسكر الغرب ضد معسكر ثالث نقيض بالنسبة له، اللي هو النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا. والنازية والفاشية ما هياش كلمات بشعة، هم اللي أضافوا البشاعة لها، لأن النازية إن زد يعني ناشونال سوشياليزم، الاشتراكية الوطنية، تجمع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهتلر له مقولة إنه كان هو ضد الشيوعية والرأسمالية، يعني مع الوسطية. قال إيه بقى؟ قال لك إن الرأسماليين الحمقى لما ضغطوا على العمال وشغلوهم بدون أجر إضافي وأجور متدنية ودون تحديد ساعات العمل إلى آخره، خلت واحد اسمه كارل ماركس يطلع يتكلم في الملكية العامة. فلو كان هؤلاء الناس عقلاء ما كان ظهر أي كارل ماركس. فهو قال لك علشان تضرب الشيوعية لازم تضرب الرأسمالية المسؤولة عن الشيوعية. فاشية نفس الحكاية، فاشي دي كومي باتيمنتو بالطلياني الجماعة المتقدمة. هي نفس فكرة هتلر، إقامة نظام اقتصادي متوازن، قطاع عام مع قطاع خاص. لقد أرادت الماسونية العالمية من خلال إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى الإطاحة بحكم القياصرة في روسيا،
وجعل تلك المنطقة معقلا للشيوعية الإلحادية، ليجيء هذا المذهب فيما بعد ناسفا لكثير من الحكومات والدول والمعتقدات الروحية لكثير من الشعوب. ثم أرادت الماسونية العالمية من خلال التمهيد للحرب العالمية الثانية أن تقضي على النازية في مقابل ازدياد نفوذ سلطان الصهيونية السياسية، حتى تتمكن أخيرا من إقامة دولة إسرائيل في فلسطين، مع العمل على ازدياد الشيوعية العالمية وتوسيعها حتى تصل إلى مرحلة تعادل فيها قوتها مجموع قوى العالم المسيحي. كل ذلك تمهيدا لحرب كونية ثالثة تكون كارثة على الإنسانية ونهائية لكل أديان السماء. صعد المارد الأحمر الشيوعي على مسرح العالم كخصم رئيسي وخطر حقيقي على العالم الغربي، ولكن العالم كان قد يئس من الحروب التقليدية التي تزهق فيها ملايين الأرواح، فاتجه الغرب بقيادة أمريكا إلى استخدام نوع جديد من المواجهة مع الخطر الأحمر الذي يتمثل في الاتحاد السوفيتي من خلال حرب باردة. الصراع خد اسم الحرب الباردة، يعني دون الدخول في حروب ساخنة في ميادين قتال. ترومان الرئيس الأمريكي وقتها الحرب انتهت في 45، قال كلمة، قال آن لأمريكا أن تقود العالم وتخرج إلى الأبد عن سياسة العزلة التي وضعت نفسها فيها من القرن ال19 بتاع مبدأ مونرو، العزلة مالناش دعوة بأوروبا ولا أوروبا ليها دعوة بينا. وعشان كده عشان بقى يساعد في تحقيق هذا المشروع اتأسست المخابرات CIA امتى؟ سنة 47. وفي سنة 50 هذه المؤسسة اللي هي المخابراتية عملت منظمة اسمها منظمة الثقافة العالمية الحرة، كونجرس اوف انترناشونال كالتشر، تابع CIA. ايه مهمتها؟ سنة 50 الصراع بين الشرق والغرب قايم على تعديل القيم الأخلاقية والثقافية بين الناس. النظام الأمريكي ده الرأسمالي مسك القيم من فوق مش من تحت زي ما الاتحاد السوفيتي عايز يشتغل، غير السلوك اللي هو بقى البس جينز، الحرية. ولهذا سادت مصطلحات في الفترة دي يقول لك كوكاليزيشن، يعني كوكلة العالم، مفيش هنا مشكلة. وتعمل سوبر ماركت يبقى في شوبينج ماركت، تبقى زيك زي الغرب وتلبس جينز. اتقالت برضه ماكدوناليزيشن، خد بالك انت على اساس يبقى النمط الثقافي واحد فلا تشعر بالاغتراب، ويزول من نفسك فكرة الاستعمار دي، ان الغرب داخل عشان يستعمرنا ويغير معتقداتنا. ابدا، ده زيه زيك وانت بتاكل زيه وبتلبس زيه وتروح السينما، كل حاجة موجودة. كان الجواسيس أداة هذه الحرب الباردة الرئيسية، إلى جانب الفنون والأداب كأدوات أخرى تقوم باختراق الشعوب والترويج إلى النموذج الأمريكي في الموسيقى والملابس والأطعمة وأنماط الحياة الأمريكية الأكثر رفاهية ومتعة من خلال المسلسلات الطويلة والأفلام السينمائية. الاختراق عن طريق المجلات، الأفلام اللي بتقدم الموديل الأمريكي من خلال هذه المنظمة، لأن حتى كان في المنظمة ديت بتاعت الثقافة العالمية دي كان فيها رونالد ريجن قبل ما يبقى طبعا رئيس، وكان فيها هنري كيسنجر، وكان فيها بيرتراند راسل، وإيليا كازان المخرج. وكان مهمتهم صناعة الحلم ده، يقدم أفلام تنتقد الشيوعية وتنتقد القيم الشرقية، ويتفتح الباب أمام الموديل المنفتح في الحياة الأمريكية، وإزاي الولايات المتحدة الأمريكية بلد الفرص، بلد الحريات، وإن أنت ممكن توصل وأنت تكون إنسان عادي لكن تظهر طالما لديك قدرات. بيع مثل هذا الحلم.
انحسر المارد الأحمر وتم تحجيمه خوفا من ضم دول وشعوب جديدة على مستوى العالم، ليكون الحدث الأكبر هو سقوط الاتحاد السوفيتي وحل الحزب الشيوعي. وكان صاحب الضربة القاضية في هذا المجال هو ميخائيل غورباتشوف في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. بتلاشي الخطر الأحمر من أمام معسكر الغرب، ظهر خطر جديد مهدت له قوى الماسونية العالمية وصدرته الأحزاب السياسية الكبرى ذات المرجعية الدينية في الدول الكبرى وخاصة أمريكا على أنه هو الخطر البديل. وكان هذا الخطر حسب رؤيتهم هو الإسلام. آخر مظاهر هذا الصراع اللي هو كان على المستوى الإيديولوجي بتاع صراع الغرب الرأسمالي الإمبريالي مع الشرق الشيوعي الاشتراكي، قال خلاص انتهى بتفكيك الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي نفسه بدأ يخرج عن المنظومة الاشتراكية. إذن الصراع ما الذي يهدد الحضارة الغربية بعد هذه التغيرات؟ هو الإسلام. ومن هنا بدأ توجيه بقى الأقلام كلها والسياسات كلها لإخماد قوى إسلامية قد تنشأ جديدة في هذه المنطقة، منطقة آسيا، منطقة إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط عندنا. نعم، صدروا لشعوبهم هذه الصورة عبر عمل دؤوب تم فيه استخدام بعض العمليات القذرة والأحداث الإرهابية المدبرة لتكون ذريعة لهم فيما بعد لما سيقومون به من مخططات وحروب استباقية على بعض الدول الإسلامية وعلى المنطقة العربية فيما بعد.